على التسريبات حول الارقام وتقييم ملفات المغرب والجزائر بالنسبه لاستضافه كان 2025، وكل الاعداد تتحصل عليه الملف الجزائري او الملف المغربي طبعا مع زامبيا ونيجيريا والبنين. اكيد المعايير والكريتير كلنا نعرفوهم، لكن باش نحكيو عليهم اكثر باكثر تفاصيل. الكريتير الاول هو فيزيون كونسيبت ايريتاج كابتن، 3% من قيمه التنقيط والتقييم. دونك فيزيون كونسيبت ايريتاج 3%. شوف 98 اسبي بوليتيك ايكونوميك سوسيو اي انفيرومونتو 3% كيف اسبي جوريديك 4%، سيغتي سيكوريتي سيرفيس 6%، ستاد هو اهم كريتير 30%، انفراستركتور ديبيرجمون اي دونتريمون 17%، انفراستركتور ناسيونال 24%، بروموسيون ديفينمون 10%، اسبي اورغانيزاسيونيل اي فينانسيي 3%. هذوما التسعه ممكن معايير او كريتير اللي يتم اعتمادهم لاسناد مقاييس بلوتو لاسناد العدد النهائي لكل ملف. به نبداو بالمغرب، خذات 3% في فيزيون كونسيبت هيريتاج، اسبي بوليتيك 3%، اسبي جوريديك 4. لا 98 سامحني 98 اي 98 هذيك 99 امشي لك الكاز الزرقاء هذيك هذيك دقيقه 98 به في الفيزيون كونسيبت 98 73 في الاسبي بوليتيك، في الجوريديك 99%، في السيكوريتي 83%، في الستات 88 على 100 بلوتو مش بالمية، في الانفراستركتور ديبيرجمون الوتله يعني نقول النزل 94 على 100، انفراستركتور ناسيونال 75 على 100، وبروموشن ديفينمون 92 على 100، وفي الاسبي اورغانيزاسيونيل 63 على 100. العدد النهائي للمغرب 85. بالنسبه للجزائر العدد النهائي 72. بالنسبه لزامبيا زامبيا لا هذاكم تحطهم هذوكم اور كونكور. الجزائر مثلا بالنسبه للملاعب تحصلت على 78 على 10 مثلا، على 100 سامحني ايش بيني نقول 10 78 على 100. الجزائر تحصلت على 78. هذا الرابور نتاع الكوميسيون اللي مشاو زاروا، لكن راهو لوكتروا نتاع الاورغانيزاسيون راهو يصير بالفوت. يعني هذا ما فماش فوت، وما صارش فوت. ليه وما صارش فوت. نعطيك شنو باش يصير. اي نعرف هو يصير بالفوت ما يصيرش بالتقييم هذا. والجزائر جبدت روحها للجنه اللي عملت زياره للكل من الجزائر والمغرب. بالضبط الجزائر انسحبت لانها عارفه روحها في الفوت كانت باش تخسر. هك باهي بحب ماء الوجه يعني. بالضبط كابتن صحيح. قال في الارقام هذه اللي استعلنت المقاييس تلعب دور. المقاييس معناها الاعداد تاع المقاييس لتنظيم اي تظاهره. هذه شركه فرنسيه المانيه جو كروا فرنسيه المانيه بالضبط. فوالا فهمتني. ساعه ناخذ انا الناس اللي مشيت سور بلاس وعملت واعطت الاعداد لكل معناها مقياس او كل جانب من الجوانب العده 9 اللي هي معناها فما جانب الرؤيه والتصور الارث والهيريتاج. وانت عندك لي تراديسيون في الكره نتاعك شنو البالماريس تاع بلادك. فما السلامه الامن الخدمات سيرفيس فما السلامه والامن والخدمات. هذوما ما عندكش فكره فماش لعب معاهم فهمتي. باش يجيوك يمكن نعرفش قداش 10 ملايين ولا قداش الكوب دي موند ونعرفش قداش. اتونسيون معناها البلاد عندها مسؤوليه كبيره وكبيره ياسر. فما البنيه التحتيه تاع توفير الاقامه والتدريب. فما الترويج للحدث. صحيح. انا حديت الترويج للحدث بروموسيون دافينمون اي والسلامه والامن الخدمات. انا حديتهم بعضهم. المغرب 92 على 100. ولا اذا انت معناها متعود للترويج. واحنا قلناها مره الاخرى راهي المغرب متعوده لتنظيم التظاهرات العالميه. بالله كابتن نيجيريا والبنين خذوا 6 على 100 ما قلت بروموسيون ديفينمون ترويج للحدث. هذوكم اللي ديرني دلاكلاس احنا نتكلموا على الزوج. يعني ليش متقدمين ما فهمتش واش تقدموا معناها نيجيريا مش ما تقدموش هم في الاخر سحبوا التقدم او الترشح. لكن علاش تو لي كونكورون دو ضيع في وقت الناس. كل منافسين المغرب جبدوا رواحهم فهمتش علاش قدموا في رواحهم. تبقى انا السؤال مطروح وسيبقى مطروح فهمتني ولا المغرب خلينا نقولوها بكل صراحه ومن غير غش ومن غير كذا ربحت بالضربه القاضيه لكن بالكو معناها الناس كلها هربت به. انا ما فهمتش علاش الجزائر ما قدمتش روحها 27. انا هذا السؤال ما فهمتش. توا نعرفوا ال 25 للمغرب. المغرب 25 اولا ما فماش لعب ما فماش يا با فوتو هذيك لو ماروك نكونوا ناس حتى فما بعض اخواننا الجزائريين زاد موافقين يا با فوتو. دونك تو اون شانس كانت عندك اوكازيون فرصه كبيره لتنظيم كاس الجزائر وضع الكاف في موقف محرج لانه الكاف كان باش يعطي 2027 الجزائر حسب الاخبار. لكن الاخوه الجزائريين راوا انه عندهم اولويات اخرى وتغشوا زاد. نتكلموا بكل صراحه عايش خويا. شو التبرير هذا تبرير انا ما يقنعنيش بكل هذا رايي فهمتي ولا. اذا انت عندك اولويات
أو عندك اولويات، ما دخل اولويات الداخليه في تنظيم كاس افريقيا. انت عندك اولويات تاع اسلحه التحكيم واسلحه التدريب ومانيش عارف، ما عندها حتى فكره هذاك سيتان فوليا بار. انت مش عندك ساعه كما قلت المره الاخرى، انا قلت له عندكم فرصه لترويج صوره القدم الجزائريه من كل النواحي وحتى البلاد. سي اون فيترين، لو فوتبول سي اون فيترين مانتنون. عليه ما تمشيوش في 27 ومن 27 خارق العاده وتكون امور ونقدموا صوره لماعه للجزائر في كل النواحي، في كل هذه النواحي. مش نقول انا راهو ما حبيتش انا نعمل مقارنه على السلامه والامن، خاطيني الامور هذه، ولكن انا خذيت حاجتين. خذيت الحاجه باهيه الفائده هي بروموسيون دافينمون، الترويج للحدث، ان المغرب متقدمه جدا في هذا الجانب. وهذا طبيعي كابتن، لانه نظموا كاس العالم للانديه في عديد المناسبات. كيما واحد يحب يعدي شو اسمه هو الكاف، شو اسمه برو، كاف برو عمره ما درب. انت مش عادي؟ لا اسمع، واحد يمشي يعدي كاف برو عمره ما درب، ما يجيش من ما يلزمك عندك زاد، انت عندك باك جراوند في التنظيم في كذا، في زاد كيف الانفراستركتور ديبيرجمون شيء كبير ياسر الوتله وكذا. وانا ذكرت في الكاف برو كابتن محمد سليتي البارح كان عنده تصريح، ان شاء الله الجزائر يا امين اخر كلمه، ان شاء الله الجزائر يا خويا يرجعوا يقولوا خويا ويمشي يقدموا ريحهم 27 خاطر مهزله. لا نجموا، لا الكاف ينجموا نحيوها ينجم يكون هنا كينيا وغندا وتنزانيا يا كابتن، سحب التنظيم ومن بعد تلقى حل بديل مع الجزائر ان شاء الله. الجزائر في 27 تلقى حل بديل وتلقى ارضيه تفاهم مع الجزائر بالنسبه للكاف. سي محمد اي شو ظهر لي معناها القرار جاي من الفوق نتاع الانسحاب من الاثنين، يعني كما قال يحبوا يهزوا لي كومبيتيسيون كما ما نجموش ينظموا باش يسكتوا الكاف. به واضح هذا فيما يخص التقييم بالنسبه لملفات المغرب والجزائر لاستضافه كان 2025.